تخيلوا لو أن دعوة ترامب للملك محمد السادس ليست مجرد صفقة سلام، بل ضربة قاضية تنهي أحلام البوليساريو إلى الأبد. انتظروا معي حتى نهاية الفيديو لتكتشفوا كيف ستغير هذه الدعوة موازين الصحراء نهائيا في 2026. أيها الإخوة والأخوات، في زمن تتصارع فيه أقدم الفتن والنزاعات وتشتعل فيه نيران الحروب بالشرق الأوسط، يبرز شخص يدعو إلى السلام العادل والمستدام. تخيلوا معي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائد القوي الذي أعاد تشكيل خارطة السياسة العالمية، يمد يده إلى جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ليكون عضوا مؤسسا في مجلس السلام الجديد. هذه ليست مجرد دعوة، بل شهادة تاريخية على قيادة المغرب المستنيرة في صناعة السلام. في هذا الفيديو سنغوص في تفاصيل هذا الحدث الذي وقع في يناير 2026، ونكشف كيف تعززت أدوار المغرب كفاعل أساسي في استقرار العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وتابعوا معي الفيديو إلى النهاية لتتعرفوا على التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه إلى رسالة رسمية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يدعو فيها للانضمام كعضو مؤسس إلى مجلس السلام. هذا المجلس الذي أطلقه ترامب كمبادرة استراتيجية يهدف إلى المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم بأسره. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن هذا الحدث في بيان رسمي بتاريخ 18 يناير 2026، مشيرة إلى أن المشاركة تقتصر على نخبة من الزعماء الدوليين البارزين الملتزمين بمستقبل آمن للأجيال القادمة. ولم يتردد جلالة الملك في الرد بالإيجاب، مشيدا بالالتزام ورؤية الرئيس ترامب، ومؤكدا أن المملكة المغربية ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس فور إطلاقه. هذه الدعوة ليست صدفة، بل ثمرة لعلاقات استراتيجية متينة بين الرباط وواشنطن، تعود جذورها إلى اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في عهده الأول، مرورا بلقاءات الأعمال والدبلوماسية الفعالة. منذ تولي جلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم، أصبح المغرب رمزا للسلام والوساطة الدولية، فهو رئيس لجنة القدس التي تعكس التزامه الثابت بالقضية الفلسطينية، وراعي لمبادرات السلام في ليبيا، مالي وإثيوبيا. أشادت المملكة بالمرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل لترامب، وإحداث اللجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية. مجلس السلام الذي سيأخذ شكل منظمة دولية قانونية يركز على النهوض بالاستقرار وإرساء الحكامة وضمان سلام مستدام في المناطق المتضررة، وسترتكز مهامه على التعاون العملي والشراكات الموجهة نحو نتائج ملموسة، مع حصر العضوية في الدعوات الخاصة برئيس الولايات المتحدة. يجدد المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس التزامه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. في عام 2026 حيث يدخل ترامب عهده الثاني بقوة، تأتي هذه الدعوة لتعزز أدوار المغرب بشكل غير مسبوق، فهي اعتراف دولي بقيادة الملك المستنيرة وبثقته لدى واشنطن والمجتمع الدولي، بينما رفض الرئيس الفرنسي ماكرون المشاركة خوفا من تجاوز صلاحيات الأمم المتحدة. قبل الملك الدعوة، مما يبرز حكمة السياسة المغربية الجريئة. هذا الحدث يعزز مكانة المغرب كجسر حضاري بين الشرق والغرب، ويفتح أبوابا للاستثمارات والتعاون الاقتصادي، خاصة مع استضافة المغرب لمونديال 2030. قبل أن نكمل، هل تعلمون أن رفض بوليساريو للمفاوضات أصبح الآن في الميزان؟ ابقوا معي لتروا الخطوة السرية التي ستجبرهم على الجلوس إلى طاولة الحكم الذاتي. دعوة الرئيس ترامب للملك محمد السادس تعزز الاعتراف الأمريكي أيضا بالدور الدبلوماسي المغربي، مما يرتبط ارتباطا وثيقا بقضية الصحراء المغربية كعامل استقرار إقليمي. هذا يضعف موقف البوليساريو المدعوم جزائريا الذي يصور كعائق للسلام. يعكس قبول الملك الدعوة اعترافا أمريكيا متجددا بالحقوق المغربية المشروعة والتاريخية في الصحراء. كما أكدت السفارة الأمريكية بالرباط
ترامب اعترف سابقا بسيادة المغرب عام 2020، وهذه الدعوة تمدد ذلك لدور وساطة عالمي. وتقرأ الدعوة كضربة لبوليزاريو، حيث يصور دعم واشنطن للمغرب كدعم لحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد يحد هذا الدعم من المناوشات الجزائر والبوليزاريو، محولا قضية الصحراء إلى نموذج سلام يعززه مجلس السلام. ويعزز الالتزام الأمريكي أيضا موقف المغرب في الأمم المتحدة، حيث تدعم خطة الحكم الذاتي كأساس للتسوية، مما يعزل البوليزاريو دوليا. يربط ترامب السلام في الشرق الأوسط باستقرار المغرب العربي، مما يجعل الصحراء جزءا من استراتيجيات مشاركة الملك محمد السادس في مجلس السلام تضعف موقف البوليزاريو بشكل ملحوظ، مما يدفع نحو إعادة النظر في رفضها لمفاوضات حول خطة الحكم الذاتي. هذا يعكس دعما أمريكيا قويا للمغرب كلاعب سلام يعزل الجبهة انفصاليا. تفسر الدعوة كاعتراف ضمني بسيادة المغرب على الصحراء، مما يجعل رفض البوليساريو للمفاوضات أقل جاذبية دوليا. محللون سياسيون يرون أنها تعكس دور المغرب في الاستقرار الإقليمي، محولة الصحراء إلى قضية مغربية داخليا. مع دعم ترامب الراسخ للحكم الذاتي، يتوقع أن يفقد البوليساريو حلفاءه مثل الجزائر نفوذا، مما يدفعهم لقبول مفاوضات مباشرة. يحد هذا من المناوشات ويجعل المشاركات المغربية في المجلس ضمانا للسلام يشمل الصحراء. ولكن البوليساريو قد يصورها كتواطؤ، لكنها تزيد من عزلتهم، خاصة مع ترحيب أمريكي بتصويت مجلس الأمن لصالح المغرب. هذا يفتح الباب لتسوية نهائية تحت الرعاية الدولية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس لكي نستمر في نشر المزيد، ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا حول هذا الموضوع. دمتم في رعاية الله، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.